محلاهم الانغام هذوما، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم ولحبايبكم وعائلاتكم والناس اللي تتفرج فينا الكل. هوني احنا في حضره الحكواتي محمد امير ثامر، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا بالحضور وبالقصه والحكايه اللي كنا نسمعوا فيها. مزيانه برشا وفيها عبره. يعيشك. اول حاجه نقول لكم رمضانكم مبروك، يعيشك وتصوموا بالصحه والفرحه. يخليك. شكرا. وعلى تونس كامله وجميع الامه الاسلاميه جمعه. وكما يقولوا الحكواتي كان من قديم الزمان، نحن فقدناه تسمى، اما نحن رجعناه. الحكواتي كان قبل كان وحده، لكن هو احنا عندنا العروي، ما بتعرف، عندنا العروي هو اللي في الذاكره الجمعيه نتاعنا، الذاكره الشعبيه نتاعنا. هو انا خذيت من الذاكره تاع والباجاج اللي موجود كما يقولوها، اللي عند بابا عزيز عنده الحكايات. انا اللي عرفت مغروم كنت من صغير نسمع في امي الله يرحمها والجدات وكلها، فهمتني، نسمع الحكايات وكلها وتغرمت بهم وكلها. قلت علاش ليه ما نعملوش عرض اسمه الحكواتي في العتيق. والحكايات اللي تحكيهم منين؟ هما نتاع الجدات كما توا قلت لي حكاية من الجدات. فما اللي عرفت من الواقع ساعات، وفما اللي يكون خرافية، وفما اللي تكون اللي يزيد ولا ينقص بامتداد. انتاج شكون امير الحكاية هذوما؟ يعني سمعتهم انت ولا انتجتهم؟ انا سمعتهم، ولكن هو من انتاج اخراج خويا وصاحبي مايسترو حفناوي عميره، والانتاج اللي في سي فراس حسني نقدم له تحيه، وتقديمي انا حبيتها تكون لي انا امير محمد ثامر، هو اللي يقدم بطريقته هو. دونك انت حسب ما فهمت ياسر تاثرت بعالم الفتاوي والحكايه والكل، وتقمصت. هو دور في نهايه الامر نتقمصوه، لانه سؤالي ليك هو الفرجه، يخلق الفرجه هذه، العروض هذه فرجويه اساسا. هو مش سهل باش تبقي الحكايه للناس، ولازمك ترغب في الحكايه، ولازم تشوق في الحكايه. الاساليب هي الكلام من الاول، الكلام الزمني ولا الكلام اللي تاع المقدمه، لازم تقدم من الاول ومن بعد تشوق ومن بعد تحكي ومن بعد تكون الحكايه فيها مغزى. اللي عرفت اللي تبدا تحكي ومن بعد تكون تقول مثلا مثل للحكايه ذيك. كما نحن اليوم حكينا على صنعه الجدود، اللي ما عندوش صنعه كما يقولوا يوفى مال الجدين، وتبقى كان صنعه اليدين. يعني تربى الانسان تربى على يعني التربيه تاع يعني كما حكيناه كلها. يعني عندنا بعض الصور احنا من مهرجان ربيعه بورسق للفنون والتراث، لو تسمحوا بعجاله نعديوهم ونختم بهذايا معاك. مؤخرا هذايا المشاركه تاعك ما عنديش توا حكايه 5 ايام هكاك، فهمتني. عملنا عرض حكواتي في العتيق في مهرجان ربيع للفنون والتراث في المدينه العتيقه سوق العين تبرسق. ممتاز. دونك كانت اجواء مميزه، جاتنا صور محلاهم الحقيقه، والله وتفاعلوا معنا الجمهور، وفرحنا اهالي تبرسق، وفرحنا للناس اللي نحيوا المواطنين بالخارج من فرنسا اللي هما فرحانين، من فرنسا من المانيا من كل يعني المواطنين بالخارج اللي قاعدين يشجعوا فيه، هما يسمعوا الحكايه خاصه في رمضان يجلبهم الشوق البلاد وتحسسهم اللي هما مشوا في الغربه. جوستومون. انا نشكرك برشا محمد ثامر، ربي يفضلك، يعيشك اليوم المجموعه اللي مرافقتك، لان المصاحبه الموسيقيه ايضا نحب نشكر انا حفناوي، نشكر مولدي بن اسماعيل وشاهر، وبنحب نشكر مدام سعاد بالمكي اللي لبستني، وغيث زاد لبسنا البرنوس وكل باش تنجم تتقمص الدور هذايا. نشكرك غيث الذهبي، غيث الذهبي شال سامحني، فهمتني، ما تعرفوا سيم وكل. مش نقول لك حاجه، هو عرف روحه. اي غيث الذهبي. يلا نشكرك برشا. يصير